مساء النور، ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالعه اقول كلمتين، 3 5 6، معرفش يعني، على حسب. على حسب يعني ما هقدر اتكلم يعني، لاني انتوا عارفين اني انا بنسى الكلام. ف وببقى مشتته شويه يعني في بعض الاحوال. هنتكلم عن الأستاذة هناء، مغتربة في فرنسا، وإيه وإيه والحاقدين عليها. حقيقة عندها حاقدين كتير. ليه؟ ليه؟ أنا هقول ليه. لأن مدام هناء تعتبر نموذج ناجح بصراحة، نموذج ناجح في الغربة. يمكن في رجالة هنا في فرنسا ما قدرتش تعمل نص اللي مدام هناء عملته دي. فناس كتير حقيقي متغاظين منها، ويمكن معظمهم ساكن في الشاليمات، وانا ساكنه في الشاليم. انا مش هقول ان انا عندي فيلا ولا عندي، ساكنين في الشاليمات وممكن ما مش شغالين، قاعدين ايه، بيرطوا وبيعجنوا كده. ليها حق تقول عنهم شرشح، لان هما ولا دارسين زي ما بيقولوا نقد واخراج، ولا دارسين اي بطيخ. هما ايه، طالعين حقيقي يشرشحوا. مفيش اي معايير للنقد زي ما هما ايه طالعين حقيقة. انا كمتلقية انا يعني بتغاظ من اساليبهم الصراحة. ما عندهمش اي اساليب راقية، كله تريقة، كله تهكم. ما عندهمش اي اساليب ناجحة ان هما يقولوا بيها. بس يا ولاد، فبقول لهم يعني خفوا شوية. انتوا عايزين تبقوا يعني تطلعوا على حس الست، يعني ايه، خليكم موضوعيين حبة واتكلموا حقيقي نقد. يعني ادرسوا على الاقل، اقروا شوية ايه هو النقد ده اللي انتوا ايه طالعين وفاكرين نفسكم بتنقدوا. ده مش نقد، دي شرشحة. ليها حق تقول ايه خنازير والشراشيح، وليها حق الصراحة. لان مفيش حد فاتح قناة على الشخص الناقد ومسمي نفسه ناقد بينقد ده وده وده. انما ما انت تمسكي وتقفش في واحد بس، وكل يوم طالعة وفرحانة وشمتانة فيها، ده مش نقد. دي ايه، ناس حاقدة، ناس جواها غل، ناس جواها حقد، فعايزة تطلعوا في ايه، لقت فريسة وايه، وعايزين ايه يطلعوا فيها. انا حيادية الصراحة، يعني هي لو بغلط بقول غلط، وعندي فيديوهات بقول فيها ان هي يعني، وعندي فيديوهات قلت ان هي ممكن بتأفور حبة عادي يعني. ومرة زعلت منها لما قعدت تشتم بأسلوب وحش، ومرة قطعت. يعني ليا فيديوهات، بس مش كل يوم كل يوم. لكن دول ايه، ده بالساعتين عليها، بالساعتين لايف عليها، فالأمور صعبة أوي. وبالنسبة ان هي يوم ما طلعت وحكت عن مشاعرها، طب ما هي ده احساسها، هي حرة. ايه يعني، ليه تطلعوا؟ خلوها تعبر عن نفسها. هي امال هي فاتحة ليه القناة؟ هي فاتحاها كده، هي عايزة تتكلم عن مشاعرها، خلوها تقول مشاعرها، هي حرة. مالكم بقى؟ زعلتوا ليه؟ ولا يعني ايه الشماتة دي؟ وانا من رأيي، هي قالت انا مش عارفة، هو انا زوجي قال لي ما تقوليش كده حرام. بس انا من رأيي ان انت لو انت حاسة ان هو كان واخدك سلم عشان يوصل لحاجة، فانا من رأيي اعملي اللي انت شايفاه صح. وانا مش عايزة فانا ايه يعني، هي بتقول قطع الارزاق، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق؟ لا، هو كان واخدك سلمة، ف وانت كنت سبب في رزقه. فانا من رأيي يعني، وربنا يسامحني، بس حقيقي الظلم وحش. لو كان هو واخدك فعلا لأهداف، وانا قلتها في فيديو ان هو كان واخدك عشان اوراق، فانا من رأيي بقى، ومش قادرة اقولها، اعملي وقفي، وانتي بقى فاهمة وخلاص. يلا اشوفكم بقى على خير، سلام، باي باي.